يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذه الآيات الكريمة من القرآن الكريم افتتح الشاب الملهم ذو 20 سنة غانم مفتاح القطري كأس العالم الفيفا 2022 رفقة الممثل المشهور مورغان فارمان. يعتبر الشاب غانم مفتاح السفير الرسمي لمونديال 2022 بقطر. فكيف ألهم هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الملايين من الناس عبر العالم؟ تابعونا في هذا الفيديو لتتعرفوا على قصة هذا الشاب الملهم الذي تغلب على إعاقته ليلهم الكثيرين بإرادته وإصراره. غانم المفتاح مواطن قطري، ولد في مدينة الدوحة في 5 مايو 2002. ولد غانم ولديه إعاقة جسدية جعلته لا يستطيع السير على قدميه طيلة حياته. تغلب على نظرة المجتمع له، فهو لا يملك قدمين مثل باقي الأطفال. كل هذا لم يجعله ييأس، وبقوة إرادته استمر في ممارسة حياته العادية كأي طفل، ويرجع الفضل في هذا لمساندة والديه وتوفير كافة الوسائل داخل المنزل وخارجه لتسهيل واجباته الحياتية، إلى جانب الدعم النفسي الذي حظي به من محيطه. الشاب غانم يعاني من مرض نادر جعل منه إنسانا بنصف جسد، فقد ولد بدون أطراف سفلية نتيجة تشوهات خلقية جعلته يستخدم يديه في الحركة والتنقل. أصبح غانم حديث وسائل الإعلام نظرا لقدرته على التخطي مصاعب المرض بقوة إرادته وعزيمته، فقد واجه تحديات جمة وصعوبات كثيرة للوصول إلى ما هو عليه اليوم. استطاع غانم المفتاح تحقيق ما لم يستطع تحقيقه الشباب في مثل عمره رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها في حياته، وأصبح رمزا للقوة والصمود.